السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ حفصة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم شباكية تجي زوينة بزاف، معلكة شاربة العسل وبطريقة اللي سهلة بزاف. تقدر اي وحدة تقدر تصايبها في دارها، وكما قلت لكم بطريقة اللي جد سهلة وبمكونات كذلك اللي بسيطة، ومع جميع التفاصيل اللي تقدر انها تنفعك باش تنجح معك هاد الشباكية. فتابعوا معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير مع طريقة التحضير. في المكونات غادي نحتاجو كيلو ربع ديال الطحين، تقدروا تستعملوا حتى الكيلو ونص ديال الطحين في هاد المكونات هادو اللي غادي نعطيكم. عندي كاس ديال الزيت مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده، تقدروا ديروا غير الزيت ديال المائده العاديه. كاس ديال الزبده اللي ذوبته حتى تبدل اللون ديالو هكا تيولي حميمر شويه. عندي تقريبا غادي نستعمل كاس ونص ديال المزهر اللي غادي ندير فيها واحد الضويمه ديال الزعفران. تقدروا ديروا غير الملون هكا العادي. عندي كاس ديال الزنجلان اللي مصهده فقط، غير مصهد ومطحون مزيان. عندي كاس ديال اللوز حتى هو اللي مطحون مزيان. تقدروا تغربلوهم في هذه المرحله هذه. تقدروا تستغناو على اللوز، ديروا غير جوج ديال الكيسان ديال الزنجلان، نص كاس صغير ديال الخل، صفار بيضه، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، معلقه كبيره ديال النافع، معلقه كبيره ديال القرفه، واحد الخماره ديال 8 غرام، وعندي واحد الراس معلقه ديال الخميره ديال الدار. غادي ناخذ واحد القصريه اولا شي بانيو فاش غادي نعجنوا هاد الشباكيه هادي. غادي نوضع داك كيلو وربع ديال الفرص. تقدروا هاد المقادير هادو ديروا حتى الكيلو ونص ديال الطحين فماشي مشكل. غادي نزيد هنايا دوك النواشف، حبه حلاوه مع النافع والقرفه. غادي نزيد هنايا الزنجلان مع اللوز. بالنسبه للزنجلان غير صهدناه، ما حمرناه ما والو، غير صهدناه وصافي وطحناه لا هو لا اللوز، حيت مازالين غادي يتقلاو في الزيت. الا حمرناهم راه غادي يتحرقوا لينا في الزيت وغادي تعطينا الشباكيه واحد المذاق اللي ما زوينش. فبالنسبه للخميره ديال الدار كيف ما كتشوفوا راه غير راس المعلقه، اولا تقدروا تهزوا داكشي اللي هزوا لكم هكا الصباع ديالكم هو اللي ديروه. وكاين الناس اللي مثلا يديهم ثقيله بزاف في الشباكيه فتقدروا ما ديروش نهائيا الخميره ديال الخبز. عندي هنا واحد القبصه ديال الملحه، وهذاك الكيس ديال خميره الحلويات 8 غرام. صافي غادي نخلط مزيان هاد النواشف هادو حتى كينسجموا ليا مع داك الطحين. بهذا الشكل هذا. وهاد المرحله هادي راه تقبلوا تصايبوا تقدروا تصايبوها قبل حتى بيومين اولا 3 ايام هكا الدقيق مع هاد النواشف هادو وتخليهم، فراه ما كيوقع لهم والو. غادي نزيد هنايا الزيت مع الزبده. كما قلت لكم الا ما كانش الزيت الزيتون فتقدروا تعوضوها غير بزيت نباتيه. صافي وغادي نحاول انني ندخل ديك الزبده والزيت في هذاك الطحين ونخدموه مزيان. فهاد المرحله هذه راها مهمه حتى هي. فبالنسبه للناس اللي هكا اول مره يصايبوا الشباكيه، فافضل حاجه ديروها هي ملي كترملوا هذيك العجينه اولا داك الطحين مزيان بديك الزبده والزيت، افضل حاجه انكم تاخذوا واحد الغربال هكا اللي يكون شويه غليظ وتعاودوا تدوزوا العجين هذا اولا هاد الطحين هذا تغربلوه باش كتضمنوا ان ما كيبقاوش لكم دوك الكريات ديال الزبده اولا ديال الزيت هكا الطحين مكركب باش هكا كيعذبكم من بعد. فافضل حاجه عوض ما تبقاو هكا تخدموه بزاف بيديكم فغربلوه، فراه كيعطيكم واحد النتيجه اللي زوينه ودغيا كتساليوه. صافي هنا انا راه في الاخر غادي نغربلو، ولكن ما صورتش معكم هكا التغربيل.
باش هكا كيما قلت لكم كيسهل عليك انك تعجني العجينه، وكتضمني ان ما غاديش يكونوا فيها دوك الحبيبات ديال الطحين كيبقاو هكا مجموعين، لا ديال الزبده ولا ديال الزيت. صافي هنايا من بعد ما غربلت هذاك الطحين كامل، غادي نزيد هنايا داك الصفار ديال البيضه، الخل هنايا نص كاس صغير ديال الخل، وغادي نزيد هذاك الماء اللي درت فيه ديك الضويمه ديال الزعفران. من الاحسن هذيك الضويمه في الاول هكا تحكوها في الماء باش هكا كتذوب. انا غير رميتها هكا بقات ليا شويه قاصحه. صافي وغادي نبدا نجمع العجينه. حنا كنجمعوا العجينه وحنا كنزيدوا الماء غير بشويه، ما نزيدوش الماء دقه واحده. والماء من الاحسن يكون هذا في واحد شويه، بالخصوص دابا باقي بارد الحال. الا كان سخون الحال فقط راه تعجنوا غير من الروبيني. انا كنخلط مزيان وانا كنزيد الماء. وبالنسبه للكميه ديال الماء راه على حسب النوعيه ديال الطحين، وعلى حسب كما قلت لكم الا درتو كيلو ولا كيلو ربع او لا كيلو ونص ديال الطحين. صافي المهم انا كنزيد حيت هي راه غير كنخليوها ترتاح واحد ل5 ديال الدقائق كترخف لينا العجينه. اهم حاجه اننا ملي كنكونوا كنعجنوا في العجينه ما تكونش قاصحه حجره، هي خصها تجي قاصحه ولكن ماشي ديك قاصحه حجره اللي ما نقدروش نطلقوها او لا تبقى هكا تفرتت لينا العجينه. لا، فقط كما قلت لكم ها نتوما غير بشويه وانا كندلك وكنحس بالعجينه في يديا واش هكا مطلوقه او لا باقا قاصحه بزاف. وكما قلت لكم كنزيد الماء غير شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. وهنايا راه تقدروا تزيدوا واحد شويه ديال الملون العادي او لا تقدروا ديروا حتى لزوج دويمات ديال الزعفران. انا هنايا زدت غير داك الملون الغذائي هو اللي زدت. وغادي نديرو في الكاس. صافي غادي نستمر هكا حتى كتجمع ليا العجينه. فعطيوها الخاطر وحاولوا كما قلت لكم غير بشويه باش ما نديروش واحد الكميه ديال الماء اللي هي كثيره وملي ترتاح لينا العجينه تولي لنا مرخوفه بزاف. المهم هكا ملي نكونوا كندلكوا فيها كنحسوا بان العجينه راه الطحين كله تفزق بالماء، وكنحسوا بها هكا ملي كنبركوا عليها مزيان انها غاديه كترطب. هذا هو اهم حاجه كما قلت لكم باش ما نخليوهاش ثاني قاصحه بزاف تجينا حجره. صافي هنايا غادي نحاول انني ندلكها غير واحد ل5 ديال الدقائق حيت حنا غادي نخليوها ترتاح، فما كاينلاش اننا ندلكوها بزاف. فقط غير نتاكدوا ان داك الطحين راه كله انسجم وما بقاش هكا وسط العجين. وكما كتشوفوا هنا ملي كنبرك عليها انا هكا بصباعي كنحس بالعجينه راها غاديه وكترطب. في هذه المرحله هذه غادي نديرها في واحد البلاستيك غذائي غير واحد ل5 ديال الدقائق او لا حتى ل10 ديال الدقائق باش ترتاح. عاد غادي ندوزو باش نقطعوها. كناخذوا العجينه كنحاولوا نقطعوها هكا على شكل متساوي. انا هنايا قطعتها على 7 ديال القطع، وانتم تقدروا تقطعوها على حسب نتوما الحجم ديال الكره اللي تقدروا تحكموا فيها. غادي نقادهم هكا اولا نلولبهم كما كنقولوا على هذا الشكل هذا. والبلاستيكه راه ضروريه تكون حدانا. هنايا اللي صايبناها غادي نحطوها هكا في الميكا باش تعاود هكا ترتاح. في هذه المرحله ثاني غادي نخليوها واحد ل5 حتى ل10 ديال الدقائق وغادي نعاودو باش نطلقوا العجينه. فهاد المرحله هذه ديال بان العجينه ترتاح مهمه بزاف باش هكا العجينه ما تبقاش تقطع لينا وكتعطينا واحد هذا اللي مزيان. وكيف ما كتشوفوا القوام ديال العجينه راه ولا مرخوف ماشي بحال ملي عاد كنا كنعجنوها. غادي نحتاجو هنايا الدلاك. غادي نبداو نطلقوه هكا في دوك الكرات اللي صايبنا.
ففي هذه المرحله هذه راه ما كنديروا لا طحين لا حتى حاجه للشباكيه، فراه ما كتلصق ما والو في هكا في فوق سطح العمل. هنايا غادي ندوزو باش نورقوا العجينه ديالنا باش كتعطينا ديك الشباكيه اللي كتكون هكا مجعبه. كنطويوها بهذا الشكل هذا، كنطويو كل جنب على الجهه اللي الوسط، وكنجمعهم باش هذوك الجناب اللي كيكونوا هكا من الجناب تيكونوا خايبين هما اللي كنردوا هكا الوسط باش كيبقاو باش كتجمع لينا العجينه ديالنا وكتعطينا توريق اكثر. المهم راه الفيديو راه واقيلا راه باين. صافي غادي نعاود معكم هنايا واحده اخرى. كنبقاو ندلكو شويه وكنقلبوا العجينه باش هكا تمشي معانا. صافي كنجمع ليها دوك الجناب هكا لداخل وكنطويها على جوج. كنعاود دابا نسرحها شويه هكا بالعرض، عاد كنسرحها بالطول مزيان، وكنعاود تاني نجمع دوك الجناب الوسط وكنطويها كتجيني هكا بحال المسمنه. صافي هنايا ساليت دوك الكرات كلهم اللي عندي بهاد الطريقه هذه كلهم. وهنا كما قلت لكم البلاستيك يكون حدايا، اللي صايبتها كنديرها في البلاستيك وكنخليها عاود ترتاح واحد الخمسة ديال الدقائق. غادي ناخذ واحد المسمنه اللي صايبنا، غادي نحاول انني نطلقها هكا واحد شويه، من الاحسن نطلقوها هكا شويه بالطول. هنايا بالنسبه ليا غادي نقسمها على 3، نتوما على حساب الماكينه اللي عندكم، ولكن على حساب حتى القطاعه اللي غادي نقطعوا بها باش نحاولوا ما يبقاوش يشيطوا لنا دوك الجناب بزاف. صافي غادي نزيدها شويه في العرض وغادي نزيدها هكا شويه في الطول وغادي ندوزها في الماكينه. بالنسبه لي انا الماكينه غادي ندوزها في الرقم 6 هو اللي كبير، عاد الرقم 4 ب3، عاد 2 هو اخر رقم كندوز فيه العجينه. الا جاتني في الجوج باقا شويه غليظه كنعاودها نيت غير في الجوج، فراه كتجي العجينه هي هذيك. صافي في هذه المرحله هذه الا كانت يديكم غير بوحدكم تقدروا هكا تطلقوا غير وحده حتى تصايبوها، عاد دوزوا طلقوا الاخرى باش ما تبقاش لكم هكا العجينه تنشف، وضروري تغطيو بالبلاستيك. هنايا من بعد ما ورقنا هذيك العجينه غادي ناخذ هنايا انا هاد الاله هذه باش كتقطع الشباكيه. هذه راه الكبيره، من الاحسن الا كنتو غادي تاخذوا الكبيره، فالصغيره كتجيب الشباكيه صغيره بزاف وغادي تعذبكم بزاف. مازال هاد الكبيره هذه راه يلا كتجيب الشباكيه متوسطه، فتا هي ما كتكونش كبيره بزاف. هنايا غادي نقطع وغادي نبقى نحيد هذوك الزوائد ديال العجينه. صافي هنايا بنفس الطريقه راه غادي نكمل، وراه عمليه هنا راه كانت عندها اليد ولكن انا حيدتها ليها حيت باليد ديالها ما كتبغيش تطبع مزيان، كنحيدوا اليد باش هكا كطبع لينا مزيان. صافي بالنسبه لاول حاجه هنايا غادي نديرها هي هذوك الطروفه اللي شاطوا ليا ديال العجينه، فما غاديش نعجنهم نهائيا اولا نخليهم هكا في بلاستيك حتى الاخر. كناخذ هكا واحد الكره ولا ديك المسمنه فكنوضعهم هكا لداخل ديالها وكنخليهم هكا. كنديروا لجميع دوك الزوائد اللي كيبقاو لينا. بالنسبه للتشبيكه الاولى هنايا غادي نوضعوا جوج ديال الاشرطه على جوج، كنقلبوا كناخذوا الشريط اللي بقى لينا كنوضعوه على الشريط الثاني، كنجمع دوك الجناب مزيان كنقصهم، كندير يدي في هنايا وكنقلب الشباكيه كتعطيني الشكل مقاد. فالطريقه ديال هاد التشبيكه هذه راه سهله بزاف، فقط راه غير حطوا الفيديو حداكم وحطوا العجينه باش هكا نتوما كتطبقوا في التشبيكه وهي كتجيكم سهله. غير هكا ملي نكونوا كنقرصوا هاد الجناب هادو نقرصوهم مزيان هكا، نقلب الشباكيه نحاول انني نحلها هكا شويه وكنقرص ليها دوك الجناب مزيان. هنايا بنفس الطريقه غادي نعاود معاكم جوج على جوج، كنحاول نقلب كنوضع على الثاني، هذاك الثالث كنوضعو على الثاني، كنقرص مزيان وصبعي كيكون في داك في هذيك الثالثه كنقلبها وكنقرص ليها الجناب. هنايا التشبيكه الاخرى
هنايا ما نحاول انني نبين لكم مزيان. كنهز الشريط ونخلي واحد، كنهز واحد ونخلي واحد، كيكونوا عندي 3 في يدي في صبعي وجوج لتحت. كنقلب هكا العجينه على داك الاول. حتى هذه راه طريقه سهله. وكنحطها هكا في الارض. هذاك الشريط اللي بقى ليا كنحاول نجيبوه هو الاخر صافي. وكنقرص العجينه. كنحاولوا اننا نقادوا ليها الشكل ديالها غير بيدينا. كنهز الشريط ونخلي شريط حتى كيوليو عندي 3 في يديا وجوج طلقاهم. كنقرص هذوك الجناب مزيان وكنقلب الشريط الثاني على الشريط الاول وكنقلب الشريط الثالث على دوك الشريطات بجوج اللي درت. وهذاك اللي بقى ليا كنحاول انني نجيبوه هو الاخر. فالمهم نتوما حطوا الفيديو حداكم اولا حطوا شويه ديال العجينه. بالنسبه للناس اللي اول مره يصايبوا الشباكيه فافضل حاجه انهم يبداو مثلا غير بنص كيلو ديال الطحين ويجربوه. ما يعجنوش واحد الكميه اللي هي كثيره تجيهم صعيبه. غير نص كيلو ديال الطحين حتى كتطلقوا يديكم مزيان وتقدروا تعاودوا تاني تعجنوا عجنه اخرى. من بعد ما ساليت الشباك كامل هي العسل اللي كنت وجدت معكم. غادي نديرو يدفى واحد شويه غير يتطلق ليا داك العسل فوق العافيه ما يبقاش هكا عاقد. بالنسبه للشباكيه هذه هي الكميه اللي عطاتنا. فكنديرها انا هنايا غير فوق الطبله حدايا باش هكا ما كنكثرش عليا هكا الماء بزاف اولا تستفوها فوق البوطاجي صافي. وغادي نبدا نقلي وغادي نبدا بالشباكيه الاولى اللي صايبنا اللي كتكون نشفات. خديت انا واحد المقله اللي كتكون ثقيله من الاحسن. درت فيها الزيت خليتها حتى سخنات. في هذه المرحله هذه تكون العافيه شويه متوسطه شويه مجهده. فكنديرها هكا الشباكيه نكون دايرها هكا في شي بلاطو حدايا وكنبقى نرمي الشباكيه. هنايا راني غير مسرعه الفيديو. كيف ما كتشوفوا راه الشباكيه كتطلع وراه باينه راه مجعبه. في هذه المرحله هذه ملي كتطلع الشباكيه كنقصوا العافيه باش ولينا العافيه شويه مهيله باش هكا الشباكيه كتاخذ لينا واحد اللون اللي هو زوين ما كتخطفش وماشي كتبقى تحرق لينا من جهه وجهه لا. فكنعطيوها الخاطر في التحميره. هنايا كناخذ هكا واحد القطيب يا اما ديال الحديد اولا داك ديال الخشب. كنبقى نقلب بها هكا الشباكيه حتى كتاخذ لي واحد التحميره اللي هي خفيفه لان مازال غادي تزيد التحميره هكا في العسل. بالنسبه للعسل كما قلت لكم راني سخنت واحد شويه غير يتطلق صافي وغادي نديرو فيه الشباكيه. الناس اللي كيبغيو الشباكيه تجي شاربه العسل بزاف فراه تقدروا تقسموا هذاك العسل اللي عندكم على جوج. القليه الاولى غديروها في هكا بحال في الكوكوط. القليه الثانيه غديروها في شي اناء اخر اللي فيه العسل. حتى القليه الثالثه ملي نبغيو نحيدوها عاد غادي نحيدو هذاك اللي في الكوكوط اللي درنا الاول. هكا كيشرب لكم العسل بزاف. والناس اللي كيبغيو مثلا يجي قياس فراه هاد هكا راه كيجي مزيان فقط غير هذه تكون ثقيله المقله تكون ثقيله. غادي نكون حاطه حدايا هنايا واحد الشبكه اولا هكا شي كسكاس فاش غادي نكون نحيد هذيك الشباكيه اللي في العسل. وبالنسبه للزيت هنايا كما قلت لكم الا بانت لكم مثلا الزيت سخنات بزاف فتقدروا مثلا تطفيو عليها واحد شويه بين ما تبرد ديك الزيت شويه عاد تعاودوا تشعلوا عليها وتكملوا القلي ديالكم. هذا الشيء بالخصوص الا كانت المقله خفيفه. اما الا كانت المقله ثقيله انا عندي هذه المقله راها ثقيله كما قلت لكم كنجهد العافيه غير ملي كنكون كنرمي هكا الحبات غير كنسالي كنقص العافيه صافي كنبقى نقلب فيها وكنخليها تذهب على خطره. كنقص العافيه باش هكا تاخذ وقتها في الطياب وكطيب مزيان. وكذلك حتى اللون اللي كتاخذ كيجي بحال ما كتجيناش الشباكيه وحده طايبه وحده ما طايباش اولا النص الفوقاني طايب مزيان والنص اللي تحت لا. فبهذه الطريقه هذه راه كتجي مزيانه صافي. هنايا كنصفيها مزيان من هذيك الزيت وكنديرها في العسل صافي. بنفس الطريقه غادي نكمل الشباكيه كلها اللي عندي.
هنايا انا راني غير كنسرع الفيديو باش ما تشوفوش هكا الشباكيه كنرميها ودغيا كتطلعوا تقولوا راه زعما العافيه سخونه او لا. فقط انا غير مسرعه الفيديو باش ما يجيش طويل بزاف. صافي غادي نكمل انا الكميه كلها ونتلاقاو في اخر الفيديو باش تشوفوا الشكل ديالها. وهذه هي الشباكيه ديالنا. بالنسبه لي انا الزنجلان ما كندردرو حتى كنكون نديرها هكا في البواطات، كندير طبقه وكنعاد كندير هكا زنجلان اللي كنكون محمراه وكنعاود نكمل هكا باش العسل اللي ما نديروهاش هكا فوق الشباكيه نيشان ملي كنحيدوها من العسل. هذاك العسل اللي كيشيط لينا كيكون فيه هكا زنجلان وكيتوسخ. وكنتمنى ان الشباكيه تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوها. ما تنسوش ليا اللايك الى عجبكم الفيديو، وكذلك الى عندكم اي تساؤل او لا شي حاجه ما مفهوماش مزيان تقدروا تخليوها ليا في التعاليق. وما تنسوش ليا اللايكات الفيديو والاشتراك في القناه الا كنتوا اول مره كتشاهدوها. والى فيديو قادم ان شاء الله.